المجد كل المجد للعيبه النهارده رجاله نزلت محترمه نفسها ومحترمه اصحابهم واهلهم اللي بيتفرجوا عليهم من البيوت، بيتفرجوا عليهم من الشاشات، علشان هم كفرقه ما عندهمش جمهور يشجعهم. المجد للعيبه اللي نزلت النهارده مقدره قيمه المباراه، لعيبه نازله نفسها ان هي تعمل حاجه ونفسها ان هي تثبت نفسها. لعيبه تلات ارباعهم هتلاقيهم بيروح اصلا التمرين بالمواصلات، لعيبه اصلا ما عندهاش عربيات، لعيبه ما بتعملش اللي هو الاستشفاء بتاعها وكتدريب وكملاعب تدريب وكارضيات ملاعب وكلبس وكجزم كوره، كل الحاجات دي مش عندهم باللي هو الشكل اللي عند النادي اللي هم كانوا بيلعبوه النهارده. اللي هم لعيبه يعني تصنفوا ان هم النهارده نازلين لابسين تي شيرت احمر بس، انما كان هم لعيبه للاهلي، فدول ما ينفعش ان هم يكونوا لعيبه للاهلي. لعيبه مش قادره تجري، اللعيبه بتاعتنا ما بتجريش، اللعيبه بتاعتنا متعادلين خسرانين، اللعيبه اساسا ما بتجريش، اللعيبه ما عندهاش حميه. اللعيبه والفكره انت مش مستني منهم حاجه. عارف اللي هو طاهر محمد طاهر، عمر كمال رغم الجون، في كده حاجات الواحد بقى بيتعامل معاها ان هو عادي كده، جبت جون حلو بس عادي. طاهر محمد طاهر رغم ان هو عمل الاسيست بس انت قاعد ما انت فيش حاجه هتكملها، فاهم؟ تقريبا دي اكبر ميس بص اشوفها في حياتي، كل كرة بتطلع من رجله بعشوائيه، فاهم؟ محمد شريف بيلعب وينج ويوم ما بيبقى في الهجوم انا مش فاهم طب احنا رجعناه ليه؟ ولا هو ده اللي جاي يعوض وسام؟ جراديشار هو مش موجود اساسا، حمزه عبد الكريم، طب هو كوكا، احمد نبيل كوكا، اشرف داري اتصاب، فاهم انت اللي هو احنا ايه فين يودي على فين؟ لعيبه الناشئين اللي ناس ده لعيبه فاهم برضه مضغوطه، مش هتعرف تتكلم يعني اذا كانوا الكبار اللي في الفرقه كده، فاهم اللي هو يعني ياسين مرعي غلطات قد كده، سيحه مش قد المباراه ولا قد الاهلي ولا، وبعدين فاهم اللي هو العش بينزل، اللعيبه مش قادره، اللعيبه لسه نازله تبقى لعيبه لسه نازله فريش، اللعيبه مش قادره تجري، اللعيبه مش مقدره الماتش، اللعيبه نازله عامله حسابها ان هي تكسب المباراه ويلا وخلاص والموضوع انتهى وهنطلع. والكرة معروفة، الكرة انت ما احترمتهاش فانسى ان هي تحترمك، هتأذيك وهتهينك، وهو ده اللي رجالة فرقة المصرية للاتصالات عملته النهاردة. لعيبة رجالة، لعيبة رجالة نزلوا محترمين الماتش، مقدرين الاهلي، بس هم كانوا مقدرين الاهلي النهاردة كنادي اهلي، انما كلاعيبة بتلعب قصادهم ماتشات لا يعني لا ليهم علاقة بالاهلي اساسا، لان هم ما لعبوش كورة، هم لعبوا لا ليهم علاقة بكرة القدم كلها. احنا النهارده ظهرنا بمظهر بالنسبه لنا مش غريب، لان ده يعني تشكيله فيها اللعيبه دي، لعيبه بقى لها سنين عندك اساسا، ما هي ما بتقدمش حاجه طول السنين، فانت مستني ان انت لما تحطهم في ماتش النهارده وماتش بقى اللي هو خساره ولو خسرت تودع بطوله، مستنيهم ان هم يعملوا حاجه؟ مش هيعملوا حاجه وما عملوش حاجه وخرجوا من البطوله. وعلى فكره هو يعني كالعاده وزي ما بيحصل دايما وزي ما احنا مكملين في الدوامه اللي احنا فيها، ايه اللي هيحصل؟ هل مثلا هنيجي في يناير اللي هو خلاص كمان كام يوم ففي انتقالات، هل مثلا واحد زي طاهر محمد طاهر اللي هو تقريبا لما الاهلي جه يوقع معاه 5 سنين في 2020 فالمفروض ان مثلا عقده يخلص السنه دي حاجه زي كده، انا متاكد طاهر ده هيجدد، زي ان محمد هاني مثلا، محمد هاني ما كانش موجود النهارده بس هو محمد هاني لازم يتذكر عموما، لازم يتذكر عموما لان انت ما بيقدمش حاجه، فاهم؟ زي كوكا، ما اعرفش ليه رفضنا عرض تركيا، هو كوجوده يعني، مش فاهم ليه مشينا الدبيس ورحنا جبنا شكري. دبيس كان يعني موجود في الفريق واللي هو معاك اصلا، فمشيته وجبت شكري اللي راجع من 2 صليبي، مشيت علي معلول ومشيت يحيى عطيه الله. طب احنا بنعمل ايه؟ فاهم اللي هو مشيت وسام وخدت الفلوس دي كلها ورحت جبت محمد شريف مجانا، فاهم؟ اشرف بن شرقي كان جاي لك السنه اللي فاتت مجانا، زيزو جاي لك مجانا، طب انت بتصرف فين بقى؟ فاهم اللي هو اشرف داري قاعد عندك يعني والله كنت قاعد بتفرج مع والدي على الماتش اللي هو اول ما اشرف قبل ما يقع اللي هو هيقع امتى خلاص، فاهم؟ فاظن ان يعني تروب المفروض ان هو ليك كلمه، واظن ان انت كمدرب شفت الفتره دي والحمد لله الفتره دي جت، بس انا بقى قلقي وخوفي وتفكيري كله هو هل ان الفتره اللي تروب فيها اللعيبه الاساسيه بتاعته مشيت، فهو بقى بيلعب اللي هو الصف الثاني وبيلعب باللعيبه البديله، اللعيبه البديله اللي هي المفروض لما اللعيبه الاساسيه تتعب او تتصاب دولت اللي هيكفروا مكانهم، فهل بقى اللعيبه البديله اللي احنا شفناها النهارده واللعيبه اللي هي المفروض برضه اساسيه، انا مش فاهم طاهر محمد طاهر ايه اللي بديل وحسين الشحات ايه اللي بديل، بس يعني هل ان اللعيبه دي انتوا شايفين ان الماتش اللي هو بعد ما نرجع بقى نخش في افريقيا ونخش بقى في معمعة الدوري، فهل انتوا شايفين ان اللعيبه دي تستحق
ان هي تلبس التيشيرت بتاع الاهلي؟ انا كمصطفى لا، بس كاداره الاهلي وهيجددوا لهم عادي يعني. انا متاكد طاهر محمد طاهر ده هيجدد، وعمر كمال ده هيجدد، وكوكا ده هيجدد. ما اعرفش بجد، ما الموضوع مش مفهوم. مشي بيكهام وارجع جيب بيكهام، مشي بيكهام وارجع جيب بيكهام. فاهم؟ اللي هو طلع مش عارف مين لسيراميكا، وارجع هاته من سيراميكا، وبعد كده بيعه، وبعد كده رجعه. حمزه عبد الكريم لاعب جاي لك فيه 2 مليون دولار ولا 2 مليون يورو، جاي لك فيه 100 مليون جنيه مصري. ما تمشيه، ما تمشيه يعني تفكيرات وحاجات يعني. هل حمزه عبد الكريم ده لو قعد في النادي والاهلي رفض اللي هو عرض برشلونه وكده، فهل مثلا حمزه ده لو قعد، يعني ديكوا شفت اهو، وهو في اخبار ان هو هيمشي، فجمهور الاهلي اصلا عمال يتريق وبتاع، وبيقدم وما بيقدمش ايه، وبرشلونه شافت فيه ايه وما شافتش فيه ايه وبتاع. هل بقى حمزه عبد الكريم ده لو قعد وابتدى ان هو ياخد فرصه وما اثبتش نفسه، هل الجمهور هيصبر عليه؟ لا، كجمهور الاهلي ما بنصبرش على حد. فلو ما صبرناش فلو ما صبرناش عليه، فايه بقى؟ يعني ايه؟ هيروح رايح فين؟ طبعا سيراميكا، يا البنك الاهلي، يا فاركو. فاهم؟ اللي هو ويلف بقى لفه حلوه يا عيني. بعد كده في الدرجه الثانيه زي زياد طارق، ما اعرفش هو فين دلوقتي. زي اللاعب الثاني كان اسمه رأفت خليل. اللعيبه دي كلها كانت لعيبه كوره ولسه طالعه وناشئين وبتاع وهوبا، والمفروض هم يبقوا بوم. اللعيبه دي دلوقتي فين؟ ما نعرفش. فحمزه عبد الكريم يا باشا بيع. هو ايه اللي عمال تقول لي نسبه تفاوض؟ شفت التفاوض؟ هيلغوا الصفقه معاه. يا باشا مشي، يا باشا طلع. في هيديك فلوس، وهيديك اللي هو بره في اوروبا لو اللاعب تألق وبقى لاعب جامد بره في اوروبا وتعلم وبتاع. ده لسه 17 سنه. فلو فرد في اوروبا، بعد كده كل الدول هيبقى عينيها عليك، عينيها على الاكاديميه بتاعتك، عينيها على الناشئين بتوع الاهلي. ايه الدنيا بتاع؟ طب ما تيجي نشوف لعيبه تانية. بنعمل احنا ايه بقى؟ نرجع للماتش نرجع الماتش اللي انا بعدت عنه. بس هو الموضوع لامم كله كده. هل احنا مع انتقالات يناير هنيجي نقول له اشرف داري مع السلامه، نقول جراديشار مع السلامه، طلع محمد شريف، نقول له عمر كمان انت ما بتقدمش حاجه، نقول له طاهر محمد طاهر خد بقيه عقدك اهو، واللي هو ايه، وروح افتح مشروع، نقول لمحمد هاني يعني شكرا على الفرصه دي؟ ولا هنعمل ايه؟ هنرجع بيكهام بقى، هنودي بيكهام سيراميكا، ونجيب من سيراميكا بقى عمرو السوليه مثلا؟ يعني مع واقعيه. بقاله كتير بقى عمرو السوليه، بقاله كتير ماشي من الاهلي. يا جماعه احنا النهارده خسرنا وخرجنا من المصريه للاتصالات. اللي هيحصل ان الدنيا سكوت خالص، السوشيال ميديا هتقلب كده كام يوم، لغايه لما نرجع نكمل في كاس الرابطه. اللعيبه ترجع تكمل وهينزلوا قلبين وشهم، وفي التمرينات هيبقوا قلبين وشهم. اداره الاهلي مش هتطلع اي قرارات. هنيجي نبدا في يناير، ممكن صفقه او صفقتين يجوا، مفيش حد من اللعيبه هيمشي. فاهم انت؟ واللي هو اللي انت ممكن تمشيه مثلا، يعني اللي هو اللعيبه انت مش متوقع ان هي تمشي. فاهم يعني؟ ممكن مثلا ايه، احمد رضا يا عيني، ما بنسمعش صوته اصلا، ما بيشاركش. فاهم؟ فانت ايه، هتروح مثلا ماشي احمد رضا؟ طب وكوكا؟ لا. طب مثلا عايزين باك يمين؟ لا، محمد هاني. طب مثلا طاهر لا، طاهر موجود. طب ممكن نمشي مثلا مين؟ لا مش اشرف داري، ولا برضو مش بيكهام مثلا. هنمشي العش، رغم ان العش ما يستحقش انه يكون موجود في الاهلي. فاهم؟ او هنمشي ياسين. فاهم انت؟ بس لا، جدد لكوكا. فاهم؟ ممكن نمشي اليو ديانج مثلا، ممكن نمشي اليو ديانج. بس هنروح بقى نجيب مين مكانه؟ لا مش هنجيب حد. فممكن يعني حامد حمدان ممكن، بس هيجي يقعد عندك مثلا 6 شهور مش هيلعب. بعد كده تيجي في انتقالات بقى ايه، اللي هي انتقالات شهر 6 اللي هو الصيف بقى وكده، واغسطس بقى والجو ده، بعد ما الموسم يخلص، تروح بقى ايه، بايع حامد حمدان، وتروح مثلا تجيب اللي هو حد بقى تاني. فاهم؟ ودوامه. بس محمد هاني هيفضل موجود. فاهم؟ يعني محمد طاهر هيفضل موجود، كوكا هيفضل موجود. عندك مين اللي هو، عندنا واحد كان انا نسيت اسمه مهم. عمر كمال جاب جون حلو النهارده. والله انا مش طالع والله هتريق والله العظيم، ولا قصدي اي حاجه. بس بس انا زعلان انا زعلان. مش على الكوره، زعلان ان فاهم اللي هو انت مش متفاجئ. يعني النهارده بتفرج على الماتش، أنا مش متفاجئ، انا قاعد بتفرج عادي. انا اللي هو الماتش، طب ماشي مع اللعيبه ده مش مستني منكم حاجه. فلما جه الجون الثاني لفرقه المصرية اتصالات، ما هو رجاله بتلعبوا ماتش، ورجاله وعاملين حساب للماتش، عاملين حساب الفرقه اللي بتلعبكم. رجاله شابوه، تستحقوا كل المجد. اللعيبه الشقيانه اللي بتلعب برجوله، بتلعب بروح، عايز تثبت نفسها، عايز تعمل حاجه. طلعت النادي الاهلي، وطلعت لعيبه النادي الاهلي، اللي النهارده كانوا ما كالعاده اشباه. يعني اشباه لعيبه حلوه، اشباه لعيبه. بس كده، ما عنديش كلام تاني اقوله. السلام عليكم.